حاسين إن حياتنا مش ماشية صح، نفسنا نغيّر حاجات كتير بس مش عارفين. أول حاجة نتعرّف على المشكلة، أول خطوة لازم نكون صرحاء مع نفسنا ونسأل نفسنا إيه اللي مش عاجبني في حياتي؟ هل صحتنا أو شغلنا أو علاقتنا أو وقتنا؟ ولمّا نعرف المشكلة بالضبط ساعتها نقدر نبدأ نحلها إزاي. تاني حاجة نبدأ بخطوة صغيرة، مفيش حد هيغير حياته من يوم وليلة. نبدأ بخطوة صغيرة كل يوم، زي نقرب لربنا ونستعين بيه في كل حاجة في حياتنا. وبعد كده ننظم وقتنا ونحاول ناكل أكل صحي. ثالثا نغير أفكارنا قبل تصرفاتنا. أحيانا المشكلة مش في الظروف، المشكلة في طريقة تفكيرنا. ولما نغير تفكيرنا ونبدأ نفكر إحنا نقدر نتحسن ونستحق نكون الأحسن، ونقدر نتصرف للأحسن ونعيش يومنا بطريقة مختلفة. رابعا نبعد عن الحاجات اللي بتخلي حياتنا واقفة، سواء ناس سلبية حوالينا أو عادات مضيعة لوقتنا وطاقتنا، ونحاول نقرب لحاجات نقدر نستفيد منها. خامسا نحدد هدف واضح بيخلينا ما نضيعش مجهودنا ونمشي خطوة خطوة للي احنا عاوزينه. سادسا ما نستسلمش، أكيد هتقابلنا صعوبات، طبيعي إننا نحبط، بس الفرق بين الناس اللي حياتهم اتغيرت واللي لأ إنهم ما استسلموش. آخر حاجة هقولها، الحياة مش محتاجة تغيرات كبيرة مرة واحدة، محتاجة خطوات صغيرة وثقة بنفسنا وإننا نستمر كل يوم نعمل حاجة صغيرة للأحسن. هتلاقي حياتنا بدأت تتغير. ولو وصلتم لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان نكمل مع بعض حياة أفضل، وأتمنى تشاركوني برأيكم في التعليقات.